عزاز في حلقة جديدة من برنامجكم كتاب هيغيرك. حلقة النهاردة بتتكلم عن واحد من أشهر الكتب في الوقت الحالي، وهو كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. بعكس كتب التنمية البشرية في الوقت الحالي اللي بتكلمك عن انت ازاي تكون دايما ايجابي وتقعد تنفخك وترفعك عن ارض الواقع، الكتاب ده بيعيشك على ارض الواقع بكل مشاكلها وعيوبها، وان انت ازاي تتأقلم على ده وتعيش حياة صحية في العالم ده. الكتاب بياخدنا في خلال 4 نقط تعرفنا ازاي ان احنا نواجه مشاكل الحياة. اول نقطة هي قانون الباكورد لو او القانون الخلفي. القانون ده بيقول ان انت طول ما انت بتحاول دايما انت تصير شخص ايجابي فدي حاجة سلبية، لكن لو انت تقبلت سلبياتك والمعاناة اللي انت بتعانيها ومشاكل الحياة وحاولت تتأقلم عليها وتطورها فدي حاجة ايجابية. تعالوا نقول قصة احمد. احمد كان ولد تخين جدا، وكان اصحابه في المدرسة بيتنمروا عليه، وعشان كده كان لازم يبذل رياضة ويبذل ألم وتعب عشان يوصل للوزن المثالي واصحابه ما يتنمروش عليه ويبقى شكله حلو. احمد قبل ان هو عنده مشكلات اللي هي وزنه التخين وتنمر اصحابه، وده خلاه ان هو يبذل جهد وسعي عشان يواجه المشاكل دي، وهو دي معنى القانون الخلفي. وده ينقلنا للنقطة التانية اللي هي بتقول life is not pain free، او الحياة لازم يكون فيها ألم، الحياة ما تنفعش بدون ألم. كتير من اصحاب الشركات زي ستيف جوبز وبيل جيتس خسروا فلوس كتير جدا لغاية لما اصبحوا من اكبر شركات العالم، وهو ده اللي احنا بنقوله، لازم الحياة تبقى فيها ألم ولازم انت تواجهه. طب ازاي تواجه الموضوع ده، او ايه اللي بيوضحه كتاب فن اللامبالاة؟ اول نقطة قالها الكتاب هي تشوز ذا بين، او اختار المشكلة اللي انت تهتم بيها. زي ما قلنا ان في مشاكل كتيرة في الحياة، فلازم تختار ايه المشكلة اللي انت تهتم بيها وايه المشكلة اللي انت لا تبالي بيها، وعشان كده الكتاب اسمه فن اللامبالاة، اللي هو اختيار نوع المشاكل اللي انت تهتم بيها. تاني نقطة بيقولها الكتاب هي struggle for happiness. السعادة ما تبقاش ليها طعم من غير ألم، لازم ان انت تتعب عشان تلاقي سعادة وتبقى ليها معنى، لان لو انت خدت السعادة من غير ألم فمش هتحس بطعمه او لذته. يجي واحد يقول لنا طب انا ليه استحمل الألم ده وليه استحمل المشاكل دي كلها، ايه اللي يخليني استحمل كل ده؟ السؤال ده بينقلنا للنقطة الثالثة في الكتاب، وهي الفاليوز او القيم. الكاتب بيقول مقولة بتقول no value for pain without purpose، يعني مفيش قيمة للألم من غير هدف، لازم انت يبقى فيه هدف عشان تستحمل القيمة دي. وهنقول عن الطريق ده قصتين توضح ده. كان في 2 عازفين مشهورين في فرق موسيقية مشهورة، واحد اسمه ديف ماستين في فرقة اسمها ميتاليكا، وواحد اسمه بيت في فرقة اسمها بيتلز. الفرقتين دول قرروا ان هم يطردوا الشخصين دول، بس كل واحد منهم اتصرف بطريقة مختلفة. ديف ماستين قرر ان هو يعمل فرقة منافسة للفرقة اللي هو كان فيها، وفعلا الفرقة نجحت، كانت اسمها ميجا ديس، لكن مش بنجاح الفرقة بتاعت ميتاليكا، وده احزنه جدا وخلاه مكتئب رغم نجاحه. التاني اخد طريق مختلف خالص، قرر ان هو يسيب فكرة العزف وكده، وقرر ان هو يعمل بالخدمة المدنية، وقرر ان هو يتجوز ويكون أسرة، وفعلا حس بسعادة شديدة جدا، حتى انه في احد الحوارات الصحفية قال ان دي اسعد ايام حياته. فهو اختار القيمة اللي يحارب عشانها حتى لو هي مش نفس القيمة الاولى اللي هي العزف. رابع نقطة اتكلم عنها الكتاب هي قراية صفحة الوفيات في الجورنال. بيقول ان انت لو بصيت دايما للموت هتعرف تحدد اولوياتك، هتعرف تحدد ايه المشاكل اللي انت تهتم بيها وايه المشاكل اللي انت ما تهتمش بيها. فعشان كده اقرا دايما صفحة الوفيات عشان تعرف قيمة كل حاجة، وتعرف ايه هو المشكلة اللي انت تواجهها وايه المشكلة اللي انت تهملها. تعالوا بقى نقول الخلاصة، وهي ال4 نقط اللي احنا اتكلمنا عنهم. اول حاجة اعرف القانون الخلفي. تاني نقطة ان انت تعرف ان الحياة لازم يبقى فيها ألم، وعشان كده لازم تختار المشاكل اللي انت تهتم بيها والمشاكل اللي انت تهملها. تالت حاجة تعرف القيمة اللي انت عايزها، ايه هي الفاليوز او ايه هي القيم. رابع حاجة اقرا صفحة الوفيات في الجورنال، وبكده تعرف أولويات المشاكل اللي انت تهتم بيها والمشاكل اللي انت هتهملها. شكرا، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم.